ده عند ام يني. انا شيماء خميس ودي حكايه على الماشي. عند ام يني كلمة بتتقال كتير معناها ابقى قابلني لو خدت حقك. في عهد السلطان حسين كامل وتحديدا سنة 1916 اتولدت ناتاليا أندريا نيكولاس في حي اللبان في اسكندرية من أصل يوناني، وعاشت بين أهل الحي واتجوزت شاب يوناني اسمه قسطنطين مانولي، كان شغال موظف في شركة الكهرباء، وخلفت أول ابن ليها وسمته يني. الكلام ده كان سنة 1938. وفي سنة 1939 تقوم الحرب العالمية الثانية ويسافر قسطنطين جوز ناتاليا عشان يشارك في الحرب ويتقتل هناك، وتفضل ناتاليا في اسكندريه من غير اي مورد رزق. بس ناتاليا كانت بتحب الموضه جدا وقررت تشتغل خياطه وتستغل معارفها وقرايبها واصحابها عشان تربي زباين، واشتهرت في الوقت ده باسم ام يني الخياطه، وكانت الخياطه رقم 1 في مصر في الاربعينات. وهوب سنه 1952 بعد الثوره تسافر كل الجاليات الاجنبيه من مصر من غير اي سابق انذار، واولهم ام يني من غير ما تسلم زباينها البضايع اللي كانت عندها. ومن وقتها وكل اللي عنده شغل عند ام يني راح عليه، وانتشرت الحكايه بين الناس. ومن وقتها جمله ام يني بتتقال لما واحد حقه يروح واستحاله يرجع له تاني.